أعلنت لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم اليوم الجمعة عن إلغاء العقوبة الصادرة في حق الناخب الوطني وليد بما فيها الغرامة المالية بعد استماعها لدفوعات الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وبعد إلغاء العقوبة المفروضة على الناخب الوطني. وفق قناة الرياضية، سيكون هذا الأخير حاضرا في دكة بدلاء المنتخب الوطني المغربي يوم الثلاثاء القادم لقيادة أسود الأطلس في مباراته أمام جنوب إفريقيا لحساب ثمن النهائي نهائيات كأس الأمم الإفريقية كوت ديفوار 2023. وكان الكاف قد قام بتوقيف مدرب المنتخب الوطني المغربي وليد 4 مباريات منها 8 موقوفة التنفيذ مع غرامة مالية بقيمة $5,000، كما تم فرض غرامة مالية على الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والاتحاد الكونغولي للعبة قدرها $20,000. وفرضت غرامة مالية أيضا على الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بقيمة $10,000 بسبب استعمال الجماهير المغربية للشهب الاصطناعية ضد الكونغو $5,000 منها موقوفة التنفيذ. وشهدت مباراة المنتخب الوطني المغربي والكونغو الديمقراطية أحداثا لا رياضية بعد نهايتها نتيجة حوار جمع بين عميد الكونغو الديمقراطية شانسيل مبيمبا والناخب الوطني وليد، تحول إلى مناوشات بعد ذلك، ما جعل الأوضاع تتدهور كثيرا هناك بين لاعبي وأطقم المنتخبين.